السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اسمح لي اسألك سؤال او اسألك سؤال. انت هويتك ايه؟ ودي حاجة في غاية الأهمية، انا محتاج ان انا اسألها لكل واحد فينا. يعني احنا ايه الهوية بتاعتنا؟ يعني هل انا مثلا مصري، ولا هويتي عربي، ولا افريقي لان انا من قارة افريقيا؟ اي نعم، سينا جزء من اسيا، لكن هل انا افريقي مثلا، ولا انا ايه حكايتي بالظبط يعني؟ وانتوا برضه نفس النظام. يعني اسألوا نفسكم السؤال ده، ايا كان من اي بلد انت كنت. حاول تسأل نفسك السؤال ده، انت هويتك ايه؟ في الحقيقة اللي خلاني اعمل الفيديو ده او البودكاست ده او الفضفضة دي، هي اني لسه مخلص مناقشة مع حد. المشكلة في حتة ايه؟ ان آه، الناس بتسأل مثلا، اللي جاب الحوار اللي هو تشجيع منتخب المغرب الشقيق. تمام. احنا ليه نشجع المغرب؟ احنا مصريين، والمغاربة صوتوا لحد تاني ضد محمد صلاح وبيشتموا فينا وغيرهم من الحاجات دي كلها. قيس على ده كل حاجة تاني، تلاقي مثلا ايه؟ واحد سوري يتخانق مع واحد مصري، لا يبقى كده خلاص احنا نكره السوريين عشان السوري ده شتم المصري. او واحد سعودي عمل حركة عنصرية مثلا ضد المصري او كذا او كذا. فنرجع للأصل ونسأل نفسنا السؤال ده: أنا هويتي إيه؟ وأنا على أنهي مقياس أعمل allies؟ كلمة allies معناها تحالفات، إن أنا أبدأ أتحالف مع الشخص اللي قدامي بناء على حاجة مشتركة ما بيننا. في عندك حلف شمال الأطلسي، وفي عندك حلف الناتو، وفي عندك أحلاف. بس احنا هنا مش هنتدخل في السياسة، احنا نتكلم عن حاجة بتاعتنا، احنا بتاعت الفرد. اوكي. فلما جيت اتكلمت في الموضوع ده قلت يا جدعان، لا. يعني مثلا انا شايف ان انا اعرف مغاربة من زمان قوي، من ايام ما كنت في الدراسة اصلا يعني، وكان معايا زمايلي مغاربة وكده يعني. حتى اعرف بعض الكلمات بتاعت يعني في المغربية، زي مثلا مزيان وشنو سميتك، مش حال عمرك، لا بأس عليك كده يعني. المهم ما علينا يعني ايه. نرجع بقى تاني لموضوعنا، ألا وهو موضوع الهوية نفسها. دلوقتي لو أنا جيت قلت لك قول لي هويتك إيه، قلت لي أنا مصري وإحنا مصريين نشجع مصر، ملناش دعوة بقى بالدول التانية دي، تمام؟ ده بيشتموا فينا، ملناش دعوة بيهم. أوكي. فجيت قلت لك طيب فرضا آه رجعت بالزمن لورا واكتشفت إن مصر مش هي دي بس حدودها. ده مصر كانت مصر، وكان السودان جزء مثلا من الدولة المصرية، تمام؟ وفي وقت من الأوقات كنا إحنا والشام دولة واحدة أو كيان واحد. فتيجي تقول لي، فاجي أنا أسألك بقى أقول لك، هم دول أصلهم إيه أو هويتهم إيه؟ يعني مثلا الفلسطيني والسوري والأردني نقول عليهم مصريين تبعنا بما إنهم كانوا زمان معانا في دولة واحدة، ولا نقول عليهم ده هويته أردني أو هويته مثلا كذا؟ طيب السودانيين مش هم كانوا جزء مننا، وبعدين السودان انفصلت والسودان انفصلت تاني من جواها؟ فدلوقتي نسأل نفسنا، هل مثلا السوداني ده يقدر يقول على نفسه أنا مصري مع إن هو أصلا معاه باسبور السودان؟ أوكي. طيب بلاش ده وده. مثلا يعني أنا دلوقتي معايا الباسبور المصري ده، اوكي، ومؤخرا حصلت على الباسبور الامريكي ده، اوكي. بقى عندي دلوقتي جنسية مصرية وجنسية امريكية. ولادي لما يجوا بعد كده وهيجوا يتولدوا هيبقوا امريكيين بما ان ابوهم امريكي، اوكي، امريكي يعني، اوكي. فدلوقتي نقول على ابني ده، يقول على هويته، او بنتي يقولوا على هويتهم ايه؟ هويتهم امريكية ولا مصرية ولا ايه بالظبط؟ انا عارف ان انا طولت معاكم في الحتة دي، بس انا كنت عايز اوضح حاجة مهمة، الا وهي كيف يتم تحديد الهوية. هل البدو اللي عايشين في مصر على حدود مصر والسودان او مصر وليبيا بيقولوا على نفسهم هم مصريين بالرغم من ان هم بيتكلموا بدوي؟ او عرفت مؤخرا ان في طائفة من الامازيغ بتعيش في مصر. هل الامازيغيين اللي بيعيشوا في مصر دول
يطلق عليهم مصريين أو يقول على نفسهم إن هم هويتهم مصرية؟ هل الناس اللي ولدت من أب مصري وأم فلسطينية أو أم سورية أو أم تركية أو أب فرنسي أو أب كذا فيقولوا على نفسهم إحنا مصريين، إحنا هويتنا مصرية؟ ولا إزاي بيتم تحديد الهوية دي؟ في الحقيقة لما جيت اتناقشت مع الناس اللي معترضة على فكرة الهوية دي، قلت حاجة في غاية الأهمية، ألا وهي إيه؟ الهوية دي عاملة زي التسلسل الهرمي. أوكي؟ أعلى الهرم بيشمل، بيكون شامل كل حاجة تحتيه، وبعدين تحتيه بيشمل بعض الحاجات. فنيجي مثلا نبص على، أنا أقدر أقول على نفسي أنا إنسان، أنا أستحق معاملة آدمية، أنا مش حيوان. فأنا لا حيوان ولا جماد ولا نبات، أنا إنسان. فأنا هويتي الأساسية خالص بيولوجيا إن أنا إنسان. أوكي؟ طيب بعدها نيجي نبص، هل نقيس على معيار القارات أنا هويتي أفريقي، ولا نقيس على معيار الدول أنا هويتي مصري؟ طب لو أنا خدت جنسية تانية هقول على نفسي هويتي إيه؟ فهنا في معضلة، اللي هي مش هنعرف نحدد الهوية بتاعت اللي أبوه من دولة وأمه من دولة تاني أو أيا كان. فنيجي نبص على هوية تقدر تجمعنا كلنا باختلاف جنسياتنا وأشكالنا ولغاتنا. تمام؟ ألا وهي هوية الإسلام. ثانية واحدة، فكر كده معايا. ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تمام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا فرق بين عجمين على عربين إلا بالتقوى. فنيجي نبص على هوية الإسلام نلاقيها وحدت ما بيننا، دين التوحيد ده وحد ما بيننا بشكل كبير جدا جدا، كتير مننا مش واخد باله، وحلت عندنا معضلة كبيرة قوي. ألا وهي معضلة إيه؟ معضلة اختلاف الثقافات واختلاف الجنسيات واختلاف الأصل نفسه واختلاف أجدادك. هل هم كانوا من فين؟ من تركيا ولا من مصر، ولا أصلهم فرعوني ولا أصلهم أمازيغي ولا أصلهم عربي ولا أصلهم كذا ولا أصلهم كذا. فتلاقي نفسك مش عارف. انت لو قعدت تفكر كتير وفتحت مخك تلاقي نفسك مش قادر تحدد لنفسك هوية بناء على البلد. ولو انت لوحدك حددت لنفسك هوية هتكون ظلمت ناس تانية مش عارفة تحدد الهوية بتاعتها. يعني مثلا انت قلت انا مصري وانا ابويا وامي مصريين، اقول لك حلو، ابوك وامك وجدودك وجدود جدودك مصريين لحد الفرعون الاكبر، حلو. طب انت كده ظلمت الناس اللي هم جم من تركيا وعاشوا في مصر وخلفوا عيال وخلقوا عيالهم خلفوا عيال فجدودهم اصلا من تركيا. دلوقتي دول هيعملوا ايه؟ هتحطهم فين؟ هتحطهم في انو خانة؟ ماشي. فنرجع نبص على موضوع الهوية الإسلامية نلاقيها حلت الموضوع ده ان هي وحدتنا تحت مظلة واحدة، ألا وهي مظلة الإسلام. أعمل أنا بقى إيه بمظلة الإسلام دي؟ نعمل بيها، ناخدها كسكيل، كمعيار. أنا دلوقتي فرضا منتخب المغرب بيلعب مع منتخب تاني، المنتخب التاني مش مسلم، أنا أوجه انتمائي لإيه؟ يلي أنا مش مغربي، أنا أوجه انتمائي لفين؟ أفرح لمين؟ أشجع مين؟ طبيعي إن أنا أشجع الفريق التابع لهويتي. طيب نرجع تاني، فين بقى هويتي؟ الإسلام. والمغاربة مسلمين والمنتخب المغربي منتخب مسلم. خلي بالك أنا هنا حتى ما جبتهاش من ناحية إن هو منتخب أفريقي زينا، أو عشان خاطر هيجي مثلا السعودي يقول لي أنا آسيوي، السعودي هيجي يقول لي أنا آسيوي أشجع عليه منتخب في أفريقيا. تمام. فتيجي تلاقي أو مثلا حد مسلم عايش في أمريكا أو كذا أو كذا، تيجي ما قلتش إن هو أفريقي وما قلتش برضو إن هو عربي، عشان أنا عارف إن في ناس هتيجي تقول لك إيه، لا ده هم أغلبهم أمازيغ والأمازيغ أصلا مش معترفين إن هم عرب. ما احنا خلاص اتفقنا على إن تحديد الهوية
والافضل شئت ام ابيت يعني ان احنا هويتنا الاساسيه او المظله العظمى اللي احنا بنقع تحتها اللي هي مظله الاسلام. فنيجي نشجع منتخب المغرب عشان ده منتخب صادر او بيمثل دوله مسلمه، وبما انه هو بيمثل دوله مسلمه واحنا كمان مسلمين، فهو برضه بيمثلنا احنا، فنشجع منتخب المغرب ضد المنتخب التاني اللي مش مسلم. يجي واحد يقول لي ايه ده انت كده عنصري، اقول له لا، انا لا عنصري ولا حاجه. هو واحد يروح يشجع واحد فرنسي يشجع فرنسا، نقدر نقول ده انت عنصري؟ انت ازاي تشجع فرنسا وما تشجعش انجلترا جارتك؟ لا، هو منتمي للهويه الفرنسيه وانا منتمي للهويه الاسلاميه، فطبيعي جدا ولا غبار على ذلك ان انا اشجع المنتخب التابع لهويتي. فاشجع انا منتخب المغرب على هذا الاساس. اوكي، طيب نيجي دلوقتي نقول ده منتخب المغرب هيلعب في كاس افريقيا وهيلعب ضد مصر. هنا اقول لك التسلسل الهرمي بتاع الهويات نبدأ ان احنا ناخد ستيب داون. يبقى انا عندي منتخب مصر اللي هو اصله مسلم، وعندي منتخب المغرب برضو اصله مسلم، والاتنين هيلعبوا قصاد بعض. هنا بقى ايه اللي يساعدني في تحديد الهوية الفرعية؟ خلي بالك هي الهوية فرعية. اللي يساعدني في تحديد الهوية الفرعية اللي هي الجنسية بتاعتي. انا دلوقتي مصري، فانا اقدر بكل بساطة اشجع بكل قلبي منتخب مصر ضد منتخب المغرب، واتمنى المنتخب مصر انه هو يفوز على منتخب المغرب. ليه؟ لان انا مصري، وطبيعي جدا ومحدش في الدنيا يقدر يلومني انا لتشجيعي لمنتخب مصر ضد المغرب، ولا حد يقدر يلوم اخويا المغربي في تشجيعه لمنتخب المغرب ضد منتخب مصر. اوكي، فدي دي حاجه في غايه الاهميه. يجي واحد يقول لي فين اعتزازك وفخرك بالمصريين بمصريتك؟ يا باشا ده موجوده. انا بفتخر ان انا ولدت في دوله حضارتها من قديم الازل، دي حاجه فخور بيها جدا. بس اقول لك على حاجه، انا فخري الاكبر من ده ان انا ربنا انعم عليا بنعمه الاسلام، فانا فخور بان انا مسلم اكتر من فخري بان انا مصري. اوكي، نيجي بقى الحته تاني. انا فخور ان انا صعيدي. دلوقتي ايه؟ صعيده رجاله وجدعان وبتاع وما اعرفش ايه وكذا وكذا وكذا. فخور، انا فخور ان انا صعيدي، ماشي. ده لا يتعارض تماما مع التزامي بهويتي المسلمه. حد اتولد في الصعيد وتربى على المبادئ والعادات والتقاليد الحميده بتاعه الصعايده، فهو فخور ان هو صعيدي. زي ما الاسكندراني فخور ان هو اسكندراني، والقاهري وبتاع وجه بحري والامازيغي والعربي وكذا 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 فخورين بده. اوكي، هي ليفلز في الانتماء. تمام، انا افخر بان انا صعيدي قصاد اصحابي القاهريين. اجي اقول لعمر عبد الحليم ولا انا الصعيدي، يلا عيب عليك، احنا رجاله وجامدين قوي. وقال لي ماشي يا عم وبتاع ما اعرفش ايه، بس خلي بالك انا جامد جدا في كذا كذا كده يعني، ماشي. ما بيني وما بين صحابي القاهريين مثلا. اوكي، نيجي بقى ايه، نطلع نستيب اب كده، اقول انا فخور ان انا مصري عشان خاطر دي بلدي وحضاره من زمان وبتاع، والمصريين طيبين ومرحبين وكذا وكذا وكذا. نيجي نخش بقى على الستيب الاكبر والاعلى منها اللي هي انا فخور ان انا مسلم، ان انا ربنا انعم عليا بالدين الحق، الدين اللي انا بؤمن بيه، وارجو من الله ان يتغمدني ويتغمدكم برحمته ويدخلنا الجنة ان شاء الله. فطبيعي ان انا يكون انتمائي للاسلام وتشجيعي وتحالفي مع اي حد مسلم. اوكي، تشجيعي ليهم دي حاجة في غاية الاهمية. اوكي، طيب يجي مثلا ايه، حد يجي يسألني سؤال، يجي يقول لي يا كيمياء معلش، طالما انت مش عاجباك بقى ايه امريكا، مش عاجباك انت بقى ايه عايز تخلي انتمائك مسلم وكده، ليه عايش في امريكا مثلا او خدت الجنسية الامريكية؟
وجودي في أمريكا لا يتعارض أبدا أبدا مع هويتي الإسلامية، طالما أنا بأؤدي اللي عليا من الفرائض، وبمارس حريتي في التعبير عن رأيي، وحريتي في إن أنا أعمل الفرائض اللي عليا، ومش بخالف القانون بما بما نص عليه القانون والحاجات دي كلها. يبقى ايه المشكلة ان انا اعيش في اي دولة ايا كانت؟ هو مثلا لو واحد امريكي اتولد في امريكا واصبح مسلم، دخل الاسلام، نقول له لا تعالى بقى انت ايه، انت دخلت مسلم وانت مؤمن بالاسلام يبقى انت كده اخرج بره؟ لا، طالما هو عايش في امريكا وملتزم بالقانون وبيحترم الاخر والدنيا كلها تمام، ايه المشكلة ان هو يعيش في اي مكان طالما هو بيؤدي الفرائض بتاعه وما فيش حد بيضيق عليه وكذا وكذا والحاجات دي كلها. فانت تقدر تعيش في اي حتة بالهوية بتاعتك بدون اي مشكلة خالص. انت مسلم، افتخر بهويتك المسلمة. انت حاجة تاني براحتك افتخر بيها، بس مهم جدا انك انت ما تنسلخش من الهوية بتاعتك وتبدأ انك انت تقسم الدول ان هي مغاربة ومشارقة وكذا وكذا والحاجات دي كلها، لان في مظلة كبرى احنا تحتها. لازم تعرف ازاي تدخل نفسك تحت المظلة دي وتنتمي اليها. فدي الفضفضة اللي انا كنت حابب ان انا افضفضها معاكم، ومش هقطع الفيديو ده، هو ينزل كده زي ما هو حتة حتة. وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتس، يعني نشوف رأي الناس في الموضوع ده ايه. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.